السلام عليكم. كنتمنى تكونوا كاملين بخير وبصحه جيده. الفيديو اللي غادي نحضر معكم اليوم او الاقتراح ديال الفطور ديال اليوم هما هاد المسمنات ديال الفران عامرين بحشوه بنينه بزاف، كيجيو مورقين وناجحين، وغادي نشوفوا معكم الا تبعتوا معايا بالضبط المقادير وطريقه التحضير. ما غاديش نطول عليكم بزاف، غادي نخليكم مباشره مع المقادير وطريقه التحضير. اول حاجه طبعا غادي نبداو بها هي العجين ديال المسمن. هنايا درت زلافه ديال الدقيق، غادي نزيد عليه نص زلافه ديال الفينو. درتو جوج زلايف غديروا زلافه ديال الفينو، نتوما كتحكموا بالكميه. غادي نزيد معلقه صغيره ديال الملحه، معلقه كبيره ديال السكر، ومعلقه ديال الخميره. غادي نزيد الماء اللي كيكون دافي، هو باش غادي نجمع العجين ديالي. غادي نبدا نضيف الماء شويه بشويه وانا كنجمع حتى نحصل على واحد العجين ما يكونش قاصح وما يكونش رطب اولا خفيف، باش ما يعذبكمش وانتم كتخدموا به. صافي، من بعد ما عجنت العجين ديالي وكما كتشوفوا العجين كيكون على هذا الشكل هذا، غادي ندهنو شويه بالزيت، غادي نديرو في بلاستيك غذائي وغادي نخليها ترتاح لينا اولا تختمر لينا حيت فيها الخميره. كذلك باش ينجحوا لكم ويجيكم مرقين، دلكوهم مزيان. الا عندكم العجانه خليوها هي تدلك لكم، الا استعملتوا غير ايديكم ماشي مشكل، غيعطيو الخدمه بزاف. اولا ديروا في البلاستيكه حتى هي راه كترخي لينا العجينه مزيان. صافي، غادي نخليه جانبا حتى كيضاعف ليا الحجم ديالو، وغادي نغطيه بالسلوفان. من بعد غادي ندوز نحضر معكم الحشوه بالمخمرات ديال العجينه. غادي ناخذ مقيله، غادي ندير فيها شويه ديال الزيت، غادي نزيد ليه واحد البصيله اللي كتكون مقطعه رقيق اولا محكوكه. غادي نزيد كذلك واحد جوج حبات ديال الجزر اللي حكيتهم حتى هما، وغادي نزيد واحد الطامه ديال البنه ديال السمك. كتجي في هاد الفطائر بنينه بزاف، حيت انا الحشوه اللي غادي نحضر معكم اليوم هي ديال السمك. كاين لكم تستعملوا الكفته، كاين لكم تستعملوا الطريفات ديال لاداند حسب المتوفر. انا غادي نستعمل فيهم الكروفيت، راح كيجي بهم بنين. وفصفات قادمه غادي نحضر معكم حشوه ديال الكفته وديال لادان حتى هما كيجيو زوينين بزاف. انا كما كتلاحظوا خديت غير كميه صغيره ديال القمرون، هو مجهد وكيطلق لينا النسمه بزاف. وكذلك عززناه بالتوابل اولا بدمة البنه ديال السمك. الا عندكم توابل السمك حتى هما كيجيو زوينين زيدوهم بلاصه دمة البنه. عندي هنايا واحد الباكيه صغيره ديال الشعريه الصينيه اللي درتها في الماء مسبقا حتى طلقات ليا، وقطعتها قطع صغيره باش ما يعذبونيش في الخدمه. زدت شويه ديال الصوجه، ما درتش انا هنايا الملحه لان الصوجه راه كتكون مالحه، يعني ما كاين علاش ديروها. صافي، كنخلط كل شيء حتى كتنشف ليا الحشوه ديالي من الماء باش ما غاديش تقطع ليا العجينه ديالي. صافي، من بعد ما طابت ليا الحشوه انا خليتها جانبا حتى تبرد. كذلك خصها تكون بارده، تكون عاقده وتكون بارده باش ما تقطعش لكم العجينه. من بعد هنايا ما اختمرت ليا العجينه، غادي نقسمها لكورات على حسب الرغبه. بغيتوهم صغار من هكا ديروهم صغار، على حسب المسمنات ديالكم قداش بغيتوهم يكونوا. انا تقريبا هذه الكميه اللي درت معكم خرجت ليا 10 ديال الحبات ديال المسمنات اللي متوسطين الحجم، ما صغارينش وما كبارينش. من بعد هنايا غادي ناخذ حبه حبه بحاله وغنسربحوهم ونصيبوهم بحال الا غادي نصايبوا المسمن عادي. دائما وحنا كنخدموا كنغطيو العجينه ديالنا باش ما تنشفش لينا، وراهم مدهونين بالزيت. هنا كذلك السر ديال التوراق ديال هذا المسمن هذا هو هذا. اولا الزبده مع الزيت مذوبين. بالنسبه للزبده انا كنستعمل الزبده الحيوانيه، الزبده ديال العبار، ما كنستعملش ديال البواطه، المذاق ديالها ما زوينش. استعملوا ديال العبار، راه كتجي بنينه بزاف. راه في اي فيديو غتلقاوني كنقول لكم نفس المعلومه. ثاني حاجه انه باش كتعطينا هذيك التوريقه بين طبقه وطبقه، هي هذيك خميره الحلويات. ملي كتكون كطيب هذيك الخميره كتعطي واحد الانتفاخ بين طبقه وطبقه كيجي خطير. وكذلك الفينو ديالنا حتى هو كنورقوا به. دونك هذا هو السر. سواء غتصايبوا هاد الفطائر هادو، سواء غادي تصايبوا المسمن ديالكم العادي، ديروا نفس الطريقه، راه كيجيكم فشفش وزوين بزاف. صافي، هنايا كناخذ قطعه قطعه كنسرحوا مع الاستعانه بالزيت باش تسرح ليا. وسرحوا العجينه ديالكم مزيان قد ما قليتوها كترتاح، قد ما كتعطيكم الطوع وكتسرح لكم
كتسرح لكم مزيان. بحال كما قلت لكم غادي نصايبوا المسمن العادي ديالنا. كندهن سطح العمل شويه بالزيت، كنسرح المسمنه ديالي عادي. سرحوها رقيق بزاف، قد ما رققتوها وسرحتوها مزيان قد ما كتجيكم التوريقه زوينه. صافي كنستمر انا على هذا الشكل هذا، كنطويهم على شكل مسمنه مربعه. واللي درتها كنرجعها لتحت البلاستيك الغذائي باش كتحافظ لي على الطراوه. وقد ما ارتاحوا اكثر قد ما كيجيو زوينين اكثر. كندير طبقه اولا رشيشه ديال داك الخليط ديال الزبده مع الزيت ومع خميره الحلويات ورشيشه ديال الفينو، وكنطوي على 4 بحال اللي غنصايبوا المسمن. انا غنستمر بهذه الكيفيه هذه حتى غادي نكمل كلشي، عاد غادي نبدا نشكلهم ونعمرهم بالحشوه. هنايا غادي نرجع من بعد ما كملت الكميه كامله ديال العجينه ديالي، غادي نرجع للحبه الاولى اللي بديت بها وغادي نبدا نسرح بها دائما مع الاستعانه بالخليط اللي صايبنا ديال الزبده والزيت. غادي نسرح مسمنه مزيان على هذا الشكل هذا وغادي نعمرها بالحشوه ديالي. انا غنخدم معكم حبه حبه باش تشوفوا، اما انا في الغالب كنسرح كلشي على هذا الشكل هذا مربع وكنعمرهم دقه واحده بالحشوه. صافي من بعد ما كنسرح المسمنه ديالي على هذا الشكل هذا كندير فيها تقريبا واحد المعلقه كبيره من هذيك الحشوه، وكنجيب كل جنب عند بعضياته. كناخذ الاول والثاني والثالث والرابع والوسط. هنايا كندير حبه ديال الزيتون وكنحاول مازال نزيد نبسطهم ونرققهم، غير ما ترقوهمش بزاف باش ما تخرجش لكم الحشوه من التحت، غير لهذا الشكل هذا راه كيكون كافي. صافي كنزيد ديك الزيتونه كما شفتوا، كنحاول انني نقاد بيدي باش تجيني المسمنه ديالي مربعه هكا على هذا الشكل، وكيكون هذا هو الشكل ديال المسمنه ديالكم. غادي نحط هذه في اللاطه، غادي نعاود نوريكم طريقه اخرى اولا غادي نوريكم في مسمنه اخرى الطريقه. كنسرح كل مربع على هذا الشكل هذا، ما كنرقوش بزاف باش الحشوه ديالي ما تخرجش ليا على هذا الشكل هذا. وانا كنحاول اني نقاد في المسمنه ديالي ما تكونش رقيقه بزاف. من بعد غادي ناخذ واحد الجهد ديال المعلقه عامره ديال الحشوه وغادي نجمع الجوانب كما موضح في الفيديو. نتمنى تكون الطريقه واضحه وباينه، راه ما فيهاش تعقيدات، راه سهله. وكنسد هذيك المثلث اللي درت في الاخر كنسدو بحبه ديال الزيتون. يمكن لكم تستعملوا زيتون خضر مقطع، لكم الاختيار. صافي وكنبسط هذيك المسمنه ديالي شويه باش ما تبقاش منفوخه، باش كطيب كتجي هي هذيك. صافي انا غادي نستمر بنفس الكميه على المسمن ديالي كامل. كما قلت لكم هذه هي الطريقه ديالي باش كنخدم، باش كنسهل عليا الخدمه. كنسرح المسمن كامل وكنعمرو دقه واحده كامل بالحشوه، وكنبدا نسد وندير زيتونه ونسد وندير زيتونه. هاد الطريقه غتنفعكم، غتساليو دغيا بلا ما تبقاو تصايبوا حبه حبه وتحطوها وديروا الحبه الاخرى، كتسهل عليكم وانتم فاش ارتاحيتوا. صافي انا غادي نكمل الكميه كامله ديالي عندي وغندوز معكم باش نقول لكم الطريقه ديال الطياب. هنايا فرشت ورق ديال الزبده وفرشت المسمنات ديالي، وغادي ندهن لهم الوجه ديالهم بالخليط ديال الصفار البيض مع شويه الصوجا اولا شويه الحليب اولا شويه الخل اولا شويه القهوه اللي متوفر عندكم، غير باش كيحيي لينا هذيك السفوريه ديال البيض. غادي ندهن المسمنات ديالي كاملين ومن بعد غادي نرشهم بالبافو. كليكم تستعملوا ترشوهم بالزنجلان، كليكم ترشوهم بزريعه الكراز، الزريعه، الزرارع اللي متوفر عندكم، مستعنوش حتى هو كيجي زوين اللي بغيتو. انا هنايا رشيتهم غير بشويه ديال البافو. صافي بالنسبه لطريقه الطهي ديالهم، المخبوزات دائما كيبغيو الفران يكون سخون. يقدر يكون عندكم مشكل الا ما كينجحوش لكم اولا كيجيكم قاصحين ولا كارمين ولا مدقسين ولا شي حاجه، راه المشكل في الفران حتى هو كيلعب دور كبير في النجاح ديال الفطائر. دائما المخبوزات كيكون الفران سخون لاعلى درجه. انا باش خليتهم هنايا كنخدم، انا هنايا الفران ديالي راه شعلته على اعلى درجه 200 وشعلت عليه من الفوق ومن التحت باش كيطيبوا وكيبقاو لكم طريين على هذا الشكل هذا. صافي غادي نخليوهم المده وحنا كنطلعوا عليهم حتى كيتحمروا لكم على هذا الشكل هذا
كيطيبوا من كاع الجوانب. كيجيو الخبيزات ديالنا ولا الفطائر ديالنا على هذا الشكل هذا، راه كيجيو بمذاق خطير بزاف، زوينين وساهلين في التحضير. انا غادي نقطع معكم وحده راه كتجي زوينه بزاف والمذاق ديالهم رائع. وهنا غادي نكون وصلنا لنهايه ديال الفيديو، نتمنى تكونوا تفرجتوا فيه كامل وتبعتوا المراحل وتنوضوا توجدوهم، غادي يعجبكم بزاف. الا وصلتوا حتى لهنايا وعجبكم الفيديو ما تنساوش تخليو لي شي لايك وشي كومونتير للتشجيع، العفو للتشجيع. ودائما ان شاء الله نتلاقاو في صفحتي نبيله اكزوز دائما مع وصفات جديده متنوعه وبصحه فطوركم.